السلام عليكم يا شباب. مقطع النهارده يعتبر المقطع الثالث عن مجموعه الدرايترون، وزي ما قلت لك الفيديو اللي فات، الوحش اللي موجود في السلكشن بوكس اللي هو ديفينر اوف ذا هيرالد، باستخدامه تقدر تعمل كذا شكل للمجموعه. طبعا عايز اقول لك لو الاكسترا ديك كبيره شويه انت تقدر تقريبا تلعب كل اشكال المجموعه في شكل واحد، بس ده طبعا هيبقى عايز اكسترا ديك كبيره بحيث تحط يعني كذا وحش سينكرو مع المجموعه، ولكن ده برضه هيتطلب منك اكتر من نسخه من الوحش ده، يعني نسختين او ثلاثه. بس عموما هو ده مش موجود اصلا في دول لينكس، فحاول ما تلعبش كل الاشكال في شكل واحد. طيب قبل ما اوريك المجموعه عايز اقول لك على حاجه. من النهارده كل يوم هتلعب مبارزه وهتكسبها حتى لو ضد بوت. اللعبه هتديك دريم باك هديه، يعني دريم باك هتفتحه وتكسب منه ورقه اس ار او يو ار من البوكسات، تقريبا هي من البوكسات كلها، انت وحظك بقى الورقه تطلع لك من بوكس قديم او جديد. فانا قبل ما ابدا بتصوير الفيديو لعبت مبارزه ضد بوت، كسبت الدريم باك. خلينا نشوف هيطلع لي ايه. كل يوم هتكسب مبارزه هيطلع لك دريم باك، انت وحظك بقى لما تفتحه. شوف حظ هيبقى عامل ازاي. اوكي، وحش البوجين، يعني هو الموضوع هيبقى معتمد على الحظ بشكل كبير عشان يطلع لك ورقه اسطوريه مثلا، بس اوكي حركه حلوه يعني ان كل يوم هيطلع لك ورقه يو ار او اس ار موجوده في بوكس، ودي حاجه اول مره تعملها اللعبه. هي عملتها قبل كده بس كانت بتبقى مره واحده، لكن المره دي انت كل يوم هتكسب مبارزه حتى لو ضد بوت هتقدر تكسب الدريم باك. طيب عموما خليني اول حاجه اوريك المجموعه، بعد كده نروح نشوف المبارزات مع بعض. طيب ده شكل المجموعه اللي انا بلعب بيه زي ما قلت لك، وزي ما بقول لك كل مقطع ظبط الشكل على حسب ما انت حابب. طيب المره دي طبعا مع وحش الديفاينر اوف ذا هيرالد ضايف الوحشين دول. وحش البلاك روز دراجون ده بينفعني لو بدات تاني، غالبا بفاجئ خصمي لان اغلب الناس اللي بلعبها مش بيتوقعوا اصلا اني ممكن اجيب وحش زي ده. طبعا زي ما كلنا عارفين وحش البلاك روز دراجون بيدمر الملعب كله، وسهل جدا استدعائه مع المجموعه، وبعد ما هدمر الملعب كله هتقدر تعمل فول كومبو بكل سهوله. طيب تاني وحش ده وحش يعتبر يعني سيبك من قدراته، هو اصلا خاص بمجموعه الاف اي، ولكن فايدته ايه مع المجموعه دي؟ هو عنده كوك افكت، لو خصمك فعل اي سبيل او تراب بتقدر تفعل قدره وحشك وتعمل للسبيل او تراب اللي خصمك فعلها نيجيت وتدمرها. بس طبعا في المقابل ان الوحش ده هينقص ليفل، وطبعا كلنا عارفين او الناس اللي بتلعب اللعبه من زمان قوي، لان مجموعه الاف اي موجوده من زمان جدا، من ايام ما مجموعه الهاربي نزلت. الوحوش دي بيكون نقاط هجومها على حسب الليفل بتاعها، فلما هتنقص ليفل طبعا نقاط هجومه هتقل. طبعا وحش الماجيكي ده لما بستدعيه للملعب بقدر افعل قدرته واضيف التراب اللي هو برضه بيعمل نيجيت لاي سبيل او تراب خصمك يفعله. طيب عمال عشان ما اطولش كتير خلينا على طول نروح نشوف المبارزات مع بعض. طيب المبارزه دي بلعب ضد مجموعه البراندد. بدات اول في ايدي دروبلت، وفي ايدي الهاند يعتبر كويس اقدر اعمل فول كومبو، وفي ايدي الفيلد لو حبيت مثلا اجيب الورقه اللي بتعمل سبيشال سام لوحش درايتون. اوكي، ضفت ورقه الريتشوال وضفت الوحش اللي حرفيا اسطوري اكسيز. ممكن تبدا بالوحش ده، ممكن تبدا بالسينكرو على حسب الهاند بتاعك يعني. سيرش، جبت السايبر انجل، لعبت الفيلد. هنا اعتمدت ان الفيلد في ايدي فضفت، كنت ممكن اضيف التراب، بس هنا يعني عشان عايز اعمل فول كومبو وعايز اضيف كمان لانسيا، عشان كده ضفت سايبر انجل تاني. اوكي، في مبارزات استدعيت فيها الليراليسك، وفي مبارزات استدعيت فيها وحشين الريتشوال الماجيكي والوحش بتاع المجموعه نفسه. اوكي، ورقتين خلفيتين، 4 وحوش في الملعب، الاربعه كويك افكت، مش الاربعه، هو ده بيعتمد على التراب. طبعا لو ده مش موجود التراب مش هيشتغل، يعني الاتنين بيعتمدوا على بعض، لازم ده يكون موجود عشان التراب يشتغل من الاخر كده. زي برضو الوحش ده مش هيشتغل غير بوجود وحش ريتشوال ماشين. اوكي، عملت نيجيت. طبعا في بدايه الدور فعلت قدره الليره، يعني حتى لو خصمي تخلص من ملعبي كله وحب يهاجم مش هخسر نقاط حياه. وزي ما قلت لكم المجموعه الكومباك فيها اسطوري حرفيا. نجيت للفيلد، نجيت للبراندد ان ريد. لا ما عملتش نجيت للبراندد ان ريد لاني كنت مفعل لانسيا، فهي اصلا معمول لها نجيت، يعني هو يعتبر ملهاش اي لازمه. نجيت برضو البراندد فيوجن، حرفيا مفيش حاجه يعملها، ما قدرش يستدعي ولا وحش فيوجن اللي هو مجموعه فيوجن اصلا، محتاج يبدا الكومبو باستدعاء اي وحش فيوجن، هو مش قادر بسبب كميه النيجيتات اللي عندي. اوكي عموما هو قرر ينسحب.
طيب المبارزة دي بلعب ضد مجموعة البريدا بلانيت. بدأت أول برضه نفس الموضوع، مجموعة البريدا بلانيت مجموعة فيوجن. فعلت المهارة طبعا، فعلت قدرات وحوشي. هنا تقريبا هجيب وحشين الريتشوال، وحش الدرايترون نفسه مع وحش الماجيكي. اوكي، عملت ريتشوال على طول، جبت وحش الماجيكي وهضيف التراب. رجعت الورقة لإيدي. طبعا مش محتاج خلاص قدرة الوحش ده، انا استدعيته بحيث اجيب السينكرو 7 وحش الاف اي. وحش زي ما قلت لكم كويس جدا، يعني يعتبر ملعب قوي. اقدر اعمل ابعت ورقتين في صف ملعب خصم المقبره ده، غير اني عندي 3 نيجيت. 3 نيجيت لاي سبيل يتفعل، يعني مش هيعرف يعمل حاجه حرفيا. حتى لو حط ورقتين بندلوم، يعني اقدر اتخلص منهم بوحش الدرايترون اساسا يعني. اوكي، بلومرايزيشن نيجيت. طبعا حب يعمل نيجيت فعملت شين، وبعت وحشين للمقبره. فعل ورقه الكوكيز بالفيوجن، برضه نيجيت. اوكي، استدعى وحش، نيجيت تالت. مش قادر، يعني مش عارف يستدعي حاجه حرفيا. سحب ورقه، طبعا مجموعه رخمه بسبب اوراق الحمايه اللي في ايده. هنا أنا الوحش ده ما كنتش عايز ادمره عشان ما يضيفش وحش حمايه، بس هو هيطلع في ايده 2. وانا عملت حسابي بصراحه، يعني انا عملت حسابي ان انا اجيب 4 وحوش في الملعب اقوياء، عشان لو عنده اكتر من ورقه حمايه. ورجعت يعني بيونيكورن تخلصت من الوحش ده. هو راح بانش عشان غير الملعب لانه استدعى بقدرته من المقبره. اوكي، جبت اكسيس درايترون. بعد كده هعمل ريتشوال، هجيب وحش كمان، وحش الدرايتون 4000 نقطه هجوم. هاجمت. طبعا لو سابني هاجم عن المبارزه فاستدعى الوحش من ايده، هيطلع في ايده واحد كمان. عمل سيرش، مش مشكله، في ايده واحد كمان عادي جدا. هيفعل قدرته. لسه عندي وحش الاكسيز ههاجم بيه وانهي المبارزه. طيب المبارزه دي ضد مجموعه الروكت. بدأ بدايه قويه جدا، فول كومبو للمجموعه. انا في ايدي فوربيدن تشاليس كويس. طبعا دروبلت كانت تبقى افضل، بس اوكي، كان عندي خطه كده عملتها. هو هنا على فكره هيبعت لي وحش من الاكسترا ديك للمقبره بسبب قدره وحشه. هيبعت وحش الاكسيز 12 رانك 12 اللي هو موجود في السلكشن بوكس. هو انا لو كنت جبته طبعا بيمنع اي وحش 3000 نقطه هجوم او اعلى انه يفعل قدراته، بس ما اعتقدش كان افضل حاجه يوديه للمقبره. يعني كان ممكن يبعت مثلا، هو المفروض شاف البلاك روز فكان ممكن يبعته، او كان هو كان افضل حاجه يبعتها وحش الدرايترون لو انا ضايف منه نسخه واحده في الاكسترا ديك، لان في ناس بتلعب بالوحش ده نسخه واحده منه في الاكسترا ديك. فانا لو بلعب بنسخه واحده منه كان ده افضل حاجه يبعتها للمقبره. اوكي، بنش ليفل 12. طبعا الوحش ده لو جبته 3 وحوش عنده في الملعب مش هيفعلوا قدراتهم، هو ممكن عشان كده بنشه. اللي هو لو اتزنق في الاخر خالص وقدر يبوظ لي الكومبو، الوحش ده اجيبه بكل سهوله. يعني باي وحش عندي في الملعب اعلى هجوم اقدر اجيبه. فهو قال يتخلص منه. اوكي، لسه عنده نيجيت وعنده يبعت من المقبره وحش المقبره يعني. طبعا ما استخدمش حاجه هنا، فقلت على طول اجيب البلاك روز. هو عنده المفروض نيجيت، بس انا عندي تشاليس كنت سايبها في ايدي. عملت نيجيت للنيجيت بتاعه، ملعبه كله طبعا بلع. هو بقى هنا كتر خيره اللي سابني العب بصراحه. يعني اي حد مكانه كان غالبا هينسحب، او هو مش عارف، ما توقعش ان انا اقدر اعمل فول كومبو برضه، رغم اني دمرت لنفسي الملعب ودمرت له الملعب. بس هي مجموعه الدرايتون كده يعني، عامله شبه مجموعه السلامون جريت يعني، تقعد تلعب بالمقبره كتير جدا. ممكن الدرايتون افضل كمان في الكامباك، لان هي كل وحوش هتقدر تستدعيها من المقبره، سواء كل وحوش الدرايترون او حتى الوحوش الريتشوال بتاعتها، او اي وحش ريتشوال عموما تقدر تستدعيه من المقبره او من ايدك. فمجموعه رهيبه فعلا. هجمه واحده مش محتاج غيرها.
نهايه المبارزه. طيب 9 وين ستريك ده العاشر، بلعب ضد الريد ايز. والله المبارزه دي انا عملت فيها كومبو، الفول كومبو بتاعي، بس كان على الفاضي. يعني الحاجه الوحيده اللي فادتني في المبارزه دي اني جبت وحش الليرة ليسك. اوكي، برضو يعني مجموعه الريد ايز بتعتمد على ورقه الفيوجن، ورقه الريتشوال. فاوراق النيجيت او وحوش النيجيت لاي سبيل او تراب بتفيد جدا ضد المجموعه دي. خد بالك، عايز اقول لك حاجه، الفيلد بتاع مجموعه الدرايترون بيحمي اوراق الريتشوال. يعني ما تقدرش تعمل لا اي سبيل ريتشوال، ما تقدرش تعمل له نيجيت، او لو نجيته بيشتغل عادي. فالكلام ده بيشتغل برضو على اوراق الريتشوال اللي ضدك. يعني ورقه الريتشوال بتاعت الريد ايس تشتغل عادي بسبب الفيلد بتاعك، لو جيت تعمل لها نيجيت هتشتغل. كذلك مجموعه الشينو بيرد. فخد بالك من النقطه دي، لو لعبت ضد المجموعات دي حاول ما تجيبش الفيلد، او مش تحاول ما تجيبش الفيلد اصلا لو هتنجت يعني اوراق الريتشوال. طبعا هنا عبلع 2 لافا جولوم، حرفيا 2 لافا جولوم اللي انا قاعد ساعتين بعمل كومبو على الفاضي. بس كويس ان كنت مفعل بوزيشن اون، وفعلت قدره الليرا ليسك، فمش هخسر المبارزه. وزي ما قلت لكم، يعني المبارزه دي اكبر دليل ان المجموعه فيها كامباك اسطوري. يعني انا بلع 2 لافا جولوم، وطبعا الورقتين الخلفيتين ما لهمش لازمه حاليا، لاني وحش الماجيكي راح للمقبره خلاص، وما عنديش وحش درايترون افعل كويك سبيل. ولكن وحوش الدرايترون كلها عندي في المقبره، فاقدر اعيد الكومبو من اول وجديد حرفيا. يعني مش هيقدر ينهي المبارزه سبب وحش الليره. يعني زي ما قلت لك، وحش الليره مفيد جدا بصراحه، عمل نيجيت وتدمير، عمل كل حاجه. اوكي، هنا بقى تقريبا هجيب البلاك روز. لا مش هجيب البلاك روز ده، هنا كنت استخدمت خلاص. لو بقى هنا لو عندي نسختين من الوحش الجديد اللي في السليكشن كنت استفدت اكتر. ولكن الوحش برضو الدراجون مش هيتدمر. ما علينا، عامل حسابي وحاطط الشينو بيرد في المجموعه. رجعت له ال3 وحوش وعنهي المبارزه. طيب المبارزه دي برضو ضد الريد ايز، زي ما قلت لكم قبل كده، المجموعه بقت منتشره جدا. من افضل مجموعه تلعب معاها الدراجون بصراحه. قلت لكم قبل ما الدراجون ينزل اصلا، ناس كتير قالت لي الدراجون هيبقى دعم قوي جدا للدارك ماجيشن. هو وحش كويس جدا مع الدارك ماجيشن، بس هو هيكون افضل مع مجموعه الريد ايز. حتى قلت لكم المره القديمه، بس ما كنتش لسه اعرف بقى اللي في مهاره جديده هتنزل، مهاره قويه جدا. المهاره بتخليك تلعب المجموعه مع اي حاجه، يعني ادمجها مع اي حاجه، يعني مش هتقول لك لا حرفيا. اوكي، اخيرا جاب لورد اوف ذا ريد دراجون، وجايب الهيراتيك، وحط ورقه خلفيه وانها دوره. ملعب قوي جدا، من اقوى البدايات للمجموعه. اوكي، ضفت ورقه الريتشوال، وضفت طبعا وحش الاسطوري ده اللي اتعذبت حرفيا قبل ما طلع لي. هو دمره. تعرفش بقى كان اشمعنى، يعني انت مستقصد هو عشان وحش في سيلكشن يا اسطى بتدمره؟ ما تشوف طبعا هعمل بيه ايه. اوكي، قلت ادمر هيراتيك. هو قال لي احافظ على الهيراتيك وعمل نيجيت. شكرا، بصراحه انا كنت مستني النيجيت ده من زمان بحيث اجيب الوحش ده. طبعا هبلع ال3 وحوش اللي في الملعب عنده. هو يعني حافظ على الهيراتيك، فعل قدرته. اوكي، بيلعب بوحش التدمير. لما نزلت عن المقطع ده كنت بلعب برضو بالوحش، ناس كتير بتلعب بيه، وحش مفيد. يعني طالما بتلعب بالهيراتيك ضيف الوحش ده. اوكي، درايترون اكسيز، بعت وحش المقبره. طبعا هو هنا ده فاهم هو لعب ليه ورقه التراب، لان لو جبت وحش الدرايترون وفعل بعدها التراب هقدر اعمل له نيجيت. لكن قبل ما اجيبه خلاص، مش ما عنديش انا وحش ماشين ريتشوال، فما اقدرش افعل قدره النيجيت. بس اوكي، ما علينا، هقدر انهي المبارزه برضو. هجمت على الوحشين بتوعه، بعد كده نهيت المبارزه. طيب المبارزه دي بلعب ضد البراندد. اوكي، هنا هجيب وحشين الريتشوال. اول مبارزه ما كنتش جايب الوحشين، كنت جايب الليره. انت حر، اعمل الكومبو اللي انت حبه. اوقات كتير بصراحه
الليرة بيكون مفيد، خصوصا مثلا لو خصمك قدر يتخلص من الملعب كله. ده غير انا يعني، بس عايز اقول لك حاجه، يعني انا في اوقات كتير برضو بفضل اجيب وحش ريتشوال، لان بيبقى عندي اني ابعت ورقتين فيس في ملعب خصم للمقبره. ده بيفيدني، لان لو اخدت بالك انا ملعبي عباره عن نجيت لاي سبيل او تراب بس، ما عنديش حاجه تتعامل مع وحوش. لما اكون ببقى ساحب اوراق نجيت زي دروبلت او تشاليس على حسب بقى انت ضايف ايه، ممكن ما اعملش البدايه دي واجيب الليره. ولكن هنا ما عنديش حاجه تتعامل حرفيا مع الوحوش، فعشان كده في الاوقات دي بفضل اجيب وحش الدرايترون. اوكي، وبيفيدني برضو يعني، حتى ضد البراندد بيفيدني، ممكن اتعامل بيه مع الفيلد مثلا، ما ضيعش نيجيت على الفاضي، مع اني يعني 3 نيجيت كتير، كتير 3 نيجيت حرفيا. اوكي، ضاف براندد فيوجن. تقريبا المبارزه دي هيبقى في ايده 2 براندد فيوجن، مش فاكر بالظبط، بس تقريبا هيبقى في ايده 2. هنا هفعل قدره وحشي على الفيلد، طبعا هبعت وحش هديه للمقبره من عنده. براندد فيوجن، نيجيت، تقريبا عنده واحده كمان. المبارزه دي تقريبا هي، لا مش هي. اوكي، هو قرر يهاجم بعد كده ينسحب.